مرحبا أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ أم رزقار، أهلا وسهلا فيكن. اليوم الجو كتير برد وثلج، حابة أطبخ اليوم عجة. خلونا نروح شوف المقادير. عندي كاسين بقدونس، كاسة نعناع فريش، حبة بصل كبيرة، 4 بيضات، 3 معالق طحين، قرن فلفلة حمراء، وعندي من البهارات فلفل أسود، نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة زنجبيل، معلقة ونص صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة كمون، وطبعا كمان ذكرت فلفل أسود معلقة صغيرة، 7 حبات ثوم، معلقة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هلا بتجيبي جات بحط فيهم 4 بيضات وبضربهم بالمضرب. أحبائي بعد ما انخفقوا معي البيض كتير منيح، هلا بضيف الطحين 3 معالق بننخلهم، وبرجع كمان بضربها بالمضرب مرة تانية شغلة دقيقتين لينخلطوا مع بعضهم. وهلا بنضيف البهارات بنحركهم كتير منيح، وبعدين بنضيف المعلقة الصغيرة بيكنج باودر، وبنضيف الثوم، حركهم شوي وحركهم. بعد ما حركناهم بنحط الفلفلة والبصل والنعناع والبقدونس، وبنحركهم كتير منيح وبنعيفهم شغلة 5 دقايق لترتاح. ما أحبائي ما بنخلي هلا الزيت كتير يحمى، وكمان أحبائي في منهم بيقلوهم بالزيت الزيتون، وفي ناس بيقلوهم بالزيت النباتي. أنا لا، بقليهم بالزيت النباتي، هو حسب الرغبة، وحتى كمان الملح حسب الرغبة. في منهم بحبوا الأكل يكون ملحه ظاهر، في منهم بحبوا الأكل يكون ملحه أقل. نحن لا، وسط، خير الأمور أوسطها. أحبائي كمان جنب العجة رح ساوي صحن بطاطا مقلية بس شوي مختلفة. رح اساويها بالبصل والثوم والفلفلة، فتابعوا الفيديو للأخير حتى تشوفوا الخطوات. وعن جد كتير طيبة، هي يعني بشتهي عليها بالشتي، عن جد كتير تطلع طيبة. وهي كانت تعملنا اياها ماما الله يرحمها وقت كنا صغار، فكتير يعني بتجي على بالي اساويها. حبيت والصبايا لساتن او بدايات يتعلموا الطبخ، وكتير سهل وكتير هين، وبتمنى تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم. وهلا أحبائي عندي شي 6 حبات بطاطا ومع راس زهرة صغيرة. فالبطاطا قطعتهم هيك مكعبات صغار وقليتهم هيك، بدها تكون القلية تبعيتها بحدود على حمار شوي وتعطي قرشة. أحبائي هلا بس أقلي البطاطا كلياته مع الزهرة وبرجع لكم. أحبائي هلا منضيف شغلة معلقتين زيت، ومنضيف عليها البصل، خليني يتحمروا كتير منيح. وهلا منضيف معلقة ثوم مهروسة، معلقة كبيرة، منحركهم كتير منيح. وبعدين منضيف فوقها كمان نص فلفلة بتكون حمرا وخضرا مقطعين مكعبات صغار، نحركهم كتير منيح يتقلوا شوي. ومنضيف البهارات، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة كمون. أول ما قليت البصل رشيت عليها، فهلأ ما في داعي. وهون ضفت معلقة دبس فليفلة، وهون كمان ضفت معلقة دبس بندورة. نحركهم كتير منيح ومنعيفهم شوي يتقلى مع التوابل والبصل والثوم والفليفلة. الدبس بندورة والفليفلة وقت بيتحمص مع
وهي اخر مرحلة. هلا البطاطا والزهر اللي قليتهم رح اضيف فوق هالتتبيلة اللي بتشهي عن جد ريحة شي كتير ريحتها بتشهي عن جد. اشتهيتكم تكونوا معي وتذوقوها وتعطوني رأيكم. أحبائي ملاحظة البطاطا وقت بدكم تقلوها ولا الزهرة ما بتحطوا له أبدا ملح طاول. وكمان هاي الأكل الأولاد كمان كتير بحبوها. وكمان في شغلة ملاحظة أحبائي، بعد ما تحطوا البطاطا والزهرة بقلب هالتتبيلة ما تطفوا الغاز دغري، لا عيفوها شغلة 5 دقايق على نار هادية كتير، وضلوا دقيقتين 3 حركوها شوي ومع هالتوابل كتير يعني شغلة دقيقتين 3 ولا أكتر، وبعدين طفوا الغاز. ولهون بينتهي الفيديو تبعنا أحبائي. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. لا تنسونا باللايك وبالشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. بحبكم كتير وسلام.